الشيخ محمد العريفي كان بيحرم زيارة مدائن صالح. للأسف الشيخ العريفي اضطر، أجبر، اتثبت، ضرب بفتواه اللي انتم سمعتوها عرض الحائط، وزار مدائن صالح ورحب بإقامة الحفلات فيها. يجوز دخول هذه الأماكن والسياحة فيها أم لا يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك مر بديارهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لما مر بها قنع وجهه، أخذ طرف عمامته وغطى وجهه ومر بها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكين. ديار الذين ظلموا يعني ديار المعذبين، كما في رواية أخرى قال ديار المعذبين. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. قالوا إنه لا يجوز الذهاب إلى تلك الديار لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تدخل إلى ديار الذين ظلموا. أما أن يذهب الإنسان مع الأسف كما يفعل اليوم بعض الناس، يذهب إلى تلك البلدان سواء في العلا إلى مدائن صالح أو يذهبون أحيانا إلى بقايا ديار ثمود. السفر يفتح للإنسان آفاق ثقافية، آفاق معرفية، آفاق تاريخية، ومن يعي التاريخ في صدره يعيش أعمارا إلى عمره. الإنسان إذا عرف التاريخ ودرس أحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم. ثم يبدأون ينظرون ويصورون ويضحكون ويوقفون سياراتهم ومعهم القهوة والشاي وأنواع الحلا والبسكوت، ويفرشون الفروش ويجلسون يتضاحكون، وهذه قد أصابهم صيحة وعذاب أليم ولعنة من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلوها إلا وأنتم تبكون. يأخذ منها المعلومات، يأخذ منها الخبرة في الحياة، يأخذ منها طريقة التعامل أيضا مع الناس، يتعجب أيضا من عجيب ما صنعوا ومن عجيب حضاراتهم. التقاء هذه الحضارات بلا شك أنها أيضا مفيد للإنسان في حياته. الفرجة والضحك والسواليف والتصوير أو إقامة يعني مشاهد تمثيلية فيها أو مسلسلات أو نحو ذلك، هذا كله ما يجوز. وينبغي يا جماعة يعني أن يتعامل الإنسان مع الأمور الشرعية تعاملا جادا.